السلام عليكم. هتكلم حضراتكم النهارده في واقعتين، الواقعه الاولى حصلت في منطقه الهرم والثانيه حصلت في محافظه سوهاج. الواقعه الاولى اللي حصلت في منطقه الهرم لشاب قتل على يد جاره. الشاب ده اتقتل بسبب معاكسه اخته. اللي حصل بان المتهم اسمه جزره. جزره ده ليه جاره عنده اخت بنت. المهم ان البنت دي وهي طالعه فجزرة ده اتكلم معاها كلام، فطبعا هي سمعت منه الكلام، حست ان هو بيعاكسها او بيتحرش بيها، ابتدت انها توبخه بالكلام، وابتدى الصراخ بقى يعلى والناس كلها اتجمعت زي النار في الهشيم. طبعا على اخوها لما حاولوا ان هو يتكلم معاه، على فكره انت مش راجل، على فكره انت يعني كده ما بتحترمش الناس وانت قليل الادب، ابتدى ان هو يتكلم معاه. التاني بيقول له يا عم انا يعني ما كانش قصدي ان انا اعكسها او ان انا ازاولها، انا بتكلم معاها كلام عادي، ولكن الكلام ما بينهم اشتد ودخلوا مع بعض في مشادة كلامية. وفي الاخر جزرة ده قام جايب سكينة، وكان على حسب ما ذكر في تحقيقاته بيقول ان هو كان بيهوشه بالسكينة عشان عايز يبعده عنه يعني. فالسكينة جت في قلب الشاب ده، طبعا وقع على الارض جثة هامدة. ولكن رجال الشرطة يعني في خلال ساعات قليلة كانت تمت إلقاء القبض على المتهم وجاري التحقيق معاه في الواقعة. فده كان بالنسبة لتفاصيل الواقعة الأولى. الواقعة الثانية بقى حصلت في محافظة سوهاج. اللي حصل بأن الأهالي عثروا على جثمان شاب. الشاب ده في العشرينات، لقوا جثته قدام حفرة. الحفرة دي في ناس المفروض انهم بيحفروها علشان بينقبوا عن الآثار، ولكن الأهالي لما لقوا جثمان الشاب ده وتعرفوا عليه كلموا والده، وبالفعل والده كلم رجال الشرطة، ورجال الشرطة جت ابتدت انها بقى تشوف يعني مين السبب في مقتل الشاب ده. تبين بقى بان في مجموعة من الاشخاص كانوا بينقبوا عن الاثار، ولكن الشرط بتاعهم انهم يجيبوا شخص ويقتلوه قدام المقبرة علشان يقدروا انهم يفتحوا المقبرة. يعني الخرافات اللي كل شوية بنسمع عنها في حوارات التنقيب عن الآثار دي. ولكن الناس اللي كانوا حفروا الحفرة دول قدروا انهم يستدرجوا الشاب ده، وبالفعل ساعة ما وصل هناك واحد منهم قام جاي مطلع سلاح وقام جاي ضربه طلقتين. الطلقتين جم في قلبه. طبعا الشاب وقع على الارض على طول جثة هامدة، ولكن البشوات خدوا بعضهم وهربوا. ولكن رجال الشرطة قدروا انهم بالفعل يقبضوا عليهم وجاري التحقيق معاهم في الواقعة. فده كان بالنسبة لتفاصيل الواقعتين. يا رب بس ما يكونش وطأ حضراتكم. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجة مهمة جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب لحضراتكم كمان لينك قناة اليوتيوب الجديدة تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا يشتركوا ويفعلوا الجرس علشان عايزين نعلي الصفحة تاني بيكم، لان القناة القديمة اتوقفت. انا حسام حمادة، اشوفكم على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم.